السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نهال صالح في فيديو جديد من مطبخي. النهارده هنعمل مع بعض كفتاجي بالكبده، جميل جدا. بصوا شكله. يلا نبتدي مع بعض. عندي هنا طاسه حطيت فيها معلقه زيت، وهنزل بالكبده بتاعتي اللي انا غسلتها كويس جدا. تمام، نزلنا بالكبده خليناها تاخد صدمه. بصوا ازاي الطاسه لازم تكون سخنه جدا جدا، تاخد صدمه كويسه عشان ما تفرفتش معايا. هنضيف لها بقى ايه التوابل بتاعتنا واحده واحده، بس ايه على مهلنا. خدنا طاسه تانية، نزلنا بالبطاطس بعد ما قطعناها صوابع ورشينا عليها رشه ملح، ونرجع نعصر عصره ليمون على الكبده ورشه ملح، ونحط 3-4 معالق ميه. هنقلي الكوسه كمان بعد ما قطعناها دوائر زي ما انتم شايفين كده. هنضيف رشة فلفل اسمر ورشة كمون للكبدة، ونخليها بقى ايه على مهلها، بس مش عايزينها تنشف من المية خالص، يعني عايزين يبقى فيها شوية صوص حلوين كده. تمام. عندي هنا القرع قشرته وقطعته وهو مقطع مكعبات، رشيت عليه ملح واحط تقليه. يعني الكفتاجي دي اكله جميله جدا. بصوا الكبده جاهزت معايا، طفيت عليها. بصوا الصوص، هو ده الصوص اللي انا قلت لكم عليه. والقرع اهو بيتقلي، هسيبه ايه. حط كل المكونات في طبق واحد، الكوسه على البطاطس على الفلفل على كل حاجه. كل حاجه هتعمليها تحطيها في نفس الطبق عشان كله كده بيدي طعم في بعض. هنطلع القرع ونحط البقيه عشان نخلصهم. تمام كده طلعناها. ما نحط الفلفل بقى. عندي فلفل حامي وفلفل رومي، رش عليهم رشة ملح من فوق عشان ما يجوليش طعمهم مسلسل اهو. بصوا نطلع الفلفل اللي استوى نحطه برضو على بعضه عشان كله كده بيسيب نكهة في بعضه، يعني فبيبقى الطعم حلو قوي. طبعا يا ريت يكون الفلفل الحراق اكتر من الفلفل الرومي. خلصنا كل الفلفل. عندي 4 بيضات هقليهم، بس ايه مش هقليهم اللي هما ينشفوا، عايزاهم يبقى ايه رايبين كده، اللي هو الفص بتاعه لسه فيه سايل يعني. تمام كده اهو، ونطلعها اهو. شفتوا ازاي هنعمل كل البيض مع بعض كده بنفس الطريقة، مش عايزين البيض ناشف. دي اخر واحدة اهو شكلها. تمام. دلوقتي عندي طماطم عليها توم وفلفل اسمر وكزبره اللي هي تبل كرويه، هنحطهم كده في الطاسه بعد ما ايه قللنا شويه من الزيت مع رشه ملح، ونغطيهم ونسيبهم لحد ما يستووا خالص. بصوا هنا الطبق ملا ما شاء الله، بقى ايه جاهز معانا. هنبشر بقى ايه فصين 3 توم عشان نعمل شويه هريسه تونسي للكفتاجي، بيحب الهريسه يعني اهو. بصوا هنا عندي فلفل مجروش او مبشور. بصوا ده عندي شويه هريسه جايباها من السوبر ماركت، هحط منها بس هي مش حراقه عشان كده ما بعتمدش عليها قوي. هحط شويه كزبره اللي هي تبل كرويه مع الثوم مع الشطه. هحط الزيت الزيتون ونخلطه كده. تمام. عندي بصل وبقدونس برضو مقطعاه. بصوا كل حاجة جاهزة. بصوا هنا الطماطم جهزت، الصلصة بتاعتي هننزل بيها كده ايه فوق الخلطة بيتا بتاعتنا دي، اللي هو البيض والفلفل والقرع والكوسة والبطاطس. وننزل بقى بالبقدونس والبصل، ونجيب سكينتين نحطهم زي ما انتم شايفين كده عكس بعض، ونقعد نمشيهم كده عشان ايه نقطع. احنا بنعمله بشويش كده عشان تشوفوا، بس هو المفروض سريع كده تك 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 في بعضه لحد ما ايه تقطعيه كله. طبعا على حسب ما انت عايزاه تخين عايزاه تقيل. بصوا قطعناه كله، وهنحط عليه شويه من الهريسه بتاعتنا. طبعا لو حراقه تحطي بشويش. عملناها. هننزل بقى ايه بالكبده وبصوص الكبده بتاعنا
عشان الصوص ده هيدي طعم لكل الخضار، فيبقى ايه يعني جميل معانا. وبرضه بالسكينة ممكن تقطع الكبدة على جنب، ممكن كده بنفس الطريقة. تمام، جاهز معايا. تاكلوا صح وانا على قلبكم. بس مش عايزينكم تنسوني في اللايك والاشتراك في الصفحة لو اول